كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان على الأبواب ومحتاجين كده كوباية زبادي على السحور، تسد معانا الصيام. النهاردة أقول لكم على طريقة حلوة قوي للزبادي البلدي في البيت بقوام ممتاز زي ما انتم شايفين كده، متماسك وحلو جدا. بمكونين اتنين بس هتعملي أحلى زبادي بيتي وعن تجربة. طريقته سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله لما تجربيه بالطريقة دي هينجح معاكي وهيعجبك ومستحيل تجيبي زبادي تاني من بره. اول حاجة معايا كيلو من اللبن البلدي. ده لبن بلدي انا غليته وسبته في التلاجة ليلة علشان اشيل طبقة القشطة. انا ما بحبش الزبادي لما بعمله يكون عامل طبقة قشطة، مش بحب بالطريقة دي، طعمه مش بيعجبني، فانا بشيل كده القشطة. وكمان الطريقة دي بتخلي الزبادي معاكي لايت، يعني يعتبر خالي الدسم او قليل الدسم بالنسبة للناس اللي بتحب الزبادي اللايت وبتشتريه دايما من بره. ولو عايزة تستخدميه على طول بالقشطة اغليه وسيبيه لحد ما يدفى واشتغلي بالخطوات اللي انا هقولك عليها. هجيب بعد كده بقى القوالب. انا استخدمت النهاردة الطواجن الفخار هشتغل بيها. تستخدمي بقى اي قوالب، اي كوبايات متاحة عندك. وعشان اغطي بقى قوالب الفخار قطعت كده شوية من ورق الفويل على مقاس الطاجن بالظبط، علشان يكون لي غطا واقدر اغلف الطاجن ده كويس جدا. لكن القوالب لو عندك ليها غطيان برضو هتشتغل بيها على طول. انا هنا بس اوريكي شكل الطاجن بعد ما بغطيه. معايا بقى علبة زبادي، يستحسن تكون بلدي وطازة. اي زبادي هتستخدميه سواء بلدي او شركات لازم يكون طازة. هنا بقى بعد ما دفيت اللبن يكون دافي مش سخن يا جماعة، يكون دافي بس. هستخدم بقى معلقتين كبار من الزبادي البلدي على كيلو اللبن، والمعلقتين دول بمقدار نص علبة زبادي بلدي. لو هتعملي 2 كيلو من اللبن هتستخدمي وقتها علبة الزبادي كاملة. ولو الزبادي اللي انت بتستخدميه البلدي عمل فيه شرش او فيه سوائل، حاولي تصفي الزبادي كويس جدا قبل ما تستخدميه. هنا دوبت الزبادي مع ربع كوباية من اللبن الاول عشان اتأكد ان انا دوبتها كويس قوي بالمضرب. وبعد كده هرجع اضيف اللبن بالزبادي ده على بقية كمية اللبن اللي عندي. بعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من السكر، بتدي طعم حلو كده للزبادي. وهكمل بقى تقليب بالمضرب العادي خالص من غير خلاط علشان ما يعملش معايا فوم، برضو مضربش كتير علشان ما يعملش كده وش فومي. هتلاقوا بقى كده خلاص ان الزبادي اتقلب كويس قوي مع الحليب. هجيب بقى معايا القوالب اللي انا هستخدمها. كيلو الحليب عمل معايا 4 قوالب كبار من الفخار دي. تقدري زي ما قلتلك تستخدمي اي قوالب متاح عندك، او كمان لو مش متاح عندك قوالب مخصصة للزبادي تقدري تعمليه في طبق كبير او طاجن كبير مرة واحدة، الكمية كلها مرة واحدة، وبعد كده تقسميه في الاطباق المتاح عندك بقى استخدميه براحتك. اغلف بقى القوالب المتاحة عندي بورق الفويل اللي انا قطعتها بالشكل ده. وبعد كده هجيب صينية كلها عمق كده، يعني تكون عميقة شوية علشان تشيل معايا كمية المية اللي انا هضيفها فيها بعد كده. وكمان لما اجي ادخل الصينيه الفرن الميه ما تتهزش مني، فيستحسن ان احنا نستخدم صينيه تكون لها عمق او عميقه شويه زي ما قلت لكم. بعد كده هضيف بقى القوالب او الفخارات اللي عندي كده في الصينيه، وهكون مسخنه ميه. الميه برضو ما تكونش بتغلي او ما تكونش ميه مغليه، تكون ميه سخنه. وبعد كده هفضل اضيف ميه لحد ما توصل لنص القوالب اللي عندنا. عشان كده قلت لكم محتاجين صينيه كلها عمق او صينيه عميقه. بنكون بقى في التوقيت ده مسخنين الفرن قبلها ب5 دقايق، وبنقفل الفرن وبندخل بقى الصينية دي. واول ما بندخل الصينية بالزبادي في الفرن بنكون مشغلين اللمبة بتاعة الفرن. يستحسن كمان ان احنا نغطي الصينية دي بفوطة مطبخ تكون تقيلة ونظيفة علشان المية تفضل محتفظة بالسخونية اللي فيها. بنسيبه بقى لمدة 4 ساعات. بعد ال4 ساعات بنهز كده الطواجن بنشوفها اتمسكت معانا. لو اتمسكت معانا بتبقى كده خلاص الزبادي جاهز. لو حسيتي ان هو لا لسه يعني سايل شوية بتسيبيه كمان ساعة. ده بعد خلاص ما خرجت الزبادي من الفرن زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة زي ما قلتلك اتبعي التعليمات اللي انا قلتها. الفرن يكون سخن، المية تكون سخنة، مغطيين الصينية بفوطة تقيلة. بدخله بقى التلاجة. انا دخلت الزبادي التلاجة لمدة ساعتين وده بقى شكله.
متماسك وحلو جدا، بياخدش وقت خالص ولا مكونات كتير، هو لبن وزبادي. وشوفوا بقى احلى زبادي تاكلوه في البيت، طعمه مختلف خالص عن الزبادي البلدي اللي بتشتروه من بره. وكمان احنا عاملينه من غير القشطة، يعني كمان شايفين التماسك بتاعه حلو ازاي. وطعمه كمان يعني برغم ان انا شلت القشطة من عليه، لكن طعمه كمان حلو دسم وغني ومختلف كده زي ما قلتلك عن الزبادي اللي بتشتريه من بره. جربيه ان شاء الله هيعجبك، غير ان هو بيوفر معاكي وبيعمل كمية حلوة من كيلو لبن واحد بس، الا ان طعمه يستاهل التجربة ويستاهل ان انت تعمليه في البيت. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لكم الزبادي بطريقة سهلة وبسيطة وتجربوه وان شاء الله يعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.